ما تشوفون اخواننا الطيبين هسه راح ناخذ اكبر رايدين من الرايات الموجوده على مود الصح كالعاده كل سنه. مو قسام شوف لنا رايات كبيره. ايه يلا قسام تكون رايات كبار بلد تكون هالبغداد يشوفوها تكون بلد هالبغداد يشوفوها. قسام واحد بجرة واحد ديانة واحد ديانة واحد خالد اريد الدين تكون تفتحها رايه لحد البغداد يشوفها. سلوك كذي كفوك كفوك يا قسام الخفاجي مع الخفاجي العب حبيب الله. اكبر علم يا الله ما شاء الله فوت علم من اكبر علم. الله اكبر مثل ما يشوفون اخواننا الطيبين راح نرجع هو طالعين راح ناخذ زين من هذا من غسام الخواجي مع المواجي بعد عينه زين اسود لون اخضر. غسام احنا راح ناخذ حجيه اذا لقينا في يمكن مكسره ناخذ فلوس ما لقينا هذا ما نرجع. يا ساده احنا سباقين بكل موسم ان شاء الله يعني اذا الله خلانا طيبين انه احنا نرفع رايات الامام الحسين. درجة الحرارة عالية طبعا. اي والله نصعد مكانات مرتفعة. يعني اليوم واني مثل ما تعرفون عندي فوبيا راح اجرب مرة ثانية احاول اصعد. العام ما صعدت بس السنة ان شاء الله تصعد. ان شاء الله هم احاول اذا قدرت اذا ما قدرت على السنة الجاية. عافية. وظل المحاولة. خلونا لايك. يلا. احنا راح نرفع الراية الأولى فوق التانكي مال القضاء الخالص. كل سنة احنا نرفع الراية هنا بالتانكي ونرفع بأعلى برج بالخالص. ما دام الله خلانا طيبين. كل سنة نرفع رايات الإمام الحسين عليه السلام. ادعوا لنا بالعمر الطويل واحنا نرفع لكم الرايات ان شاء الله. انا اصعد اخير واحد ماكم علاقة. ليش؟ مصطفى يخاف. اصعد اول وحدة من هذه اورطهم اللي فوق وانا انزل. صدق منها لعبة. لا ردوك اصعد ضغطي. احنا العام كتبنا هاي الذكرى اذا طلعت في التصوير ذكرى عليك الذيب دراجون. ساعدنا احنا ويا العام وهنا وقف. هسه تكمل السنة ان شاء الله. ان شاء الله. الغبارة بطل. لسه واحد ثالثة. هذا مثل ما تشوفون هسه احنا صعدنا فوق التانك مال القضاء الخامس. ثانيا راح ننصب راية الإمام الحسين عليه السلام. جو. راح ننصب الراية الأولى هنا فوق التانكي والراية الثانية فوق ذاك أعلى برج القضاء الخالص. ذاك ارتفاعه ب70 متر فوق ال70 متر. يا صداري يلا طارق.
مثل ما تشوفون اخواننا اخواتنا الطيبين، حاليا اتمنى رفع اول رايه للامام الحسين عليه السلام من قضاء الخالص، تانكي قضاء الخالص. خلونا نروح ونرفع الرايه الثانيه من اعلى برج في قضاء الخالص يبلغ ارتفاع اكثر من 70 متر. خلوكم ويانا وادعوا لنا بالسلامه. لايك واشتراك. لايك. ليتس جو. يلا خلينا ننزل. طبعا الابطال اليوم سعدوياك خضاري وحماده. مصطفى جبان عماني جبان. هذا ما جاني دشت بالرايه جوابك يوم كان يقول طيب تصوير مصطفى وجهه. والله هسه احنا كفو بالشباب. البرج العالي، بس بهذا البرج العالي ما راح نساعدهم ويانا. هم ابطال مو يخافون وانما يساعدون، بس المكان نحس فنخاف على سلامتهم. اي صحيح المكان ضيق هناك مو مال شخصين ثلاثه. ويا شعبي خالد والحديده حارة عليه الصافيه. نزل فيديو وصور من برا اطلع. وصل حدهم باخر انفاس، ملاحم سطروا وتخلي دوراي، شفوا ضلع بدول بهالحارب هاي، ركضوا له درع لا ما لا طاس، علويات مجتوفة أصحاب وعلى كيفك على كيفك، أصحاب ومو نعم مو مثلي الأصحاب، أي مو عشرة وقت لا عشرة أرقام، حبيب ابنه مظاهر شايب وشاف، فارق بيني المبين بين وبين. من فوق اعلى برج في محافظة ديالى، وتم رفع راية الامام الحسين عليه السلام، وهذا هو قضاء الخالص. ذيك الراية شباب، تشوفون ذيك الراية رفعناها فوق التانكي اذا واضحة، وهسه احنا هنا شوفوا هذول الشباب قاعدين هنا. تم رفع راية الامام الحسين بتاريخ 6/7/2024 في محافظة ديالى قضاء الخالص علي كذيب وتيم المكاسي من فوق برج ارتفاعه 70 متر مثل ما تشوفون، وهذا هو قضاء الخالص لنا ولكم اجمل ثواب ان شاء الله. مصطفى حط لايك وحش يلا. احنا حاليا ننتظر عليكم ينزل من فوق الجو وهاي الجماهير الزعابيط. حط لايك. جماهير حتى تشجعون. حط لايك واشترك. هذا يشوفون هذا يقول ارد عليك يضرب دخله من فوق. يريد يروح للنجف. قدرنا نرفع راية الإمام الحسين من أعلى ارتفاع في محافظة ديالى قضاء الخالص بالشهر اليوم الجاي 6/7/2024 المصادف يوم الخميس مو ولا السبت اليوم؟ المصادف يوم السبت. تحياتنا للجمهور، تحياتنا للمتابعين، إن شاء الله كل سنة احنا نرفع راية الإمام الحسين إذا الله طول بعمرنا. واي واي واي.